جاهلا كل القيم الإنسانية وقوانين الحرب، شن المستضمر الفرنسي حملة إبادة شرسة بهدف خنق الثورة الجزائرية وإخماد صوتها بأي ثمن. سنة 57 900 وألف شرع الجيش الاستعماري في إنشاء حاجز هندسي مكهرب وملغم على امتداد الحدود الجزائرية الشرقية والغربية، وقد عرف هذا المشروع الجهنمي بخطي شال وموريس. اعتمد المستعمر على أساليب شيطانية في بناء الخطين، فزودهما بكل وسائل الفتك والإبادة. شبكات رهيبة من الأسلاك الشائكة والخطوط المكهربة وحقول ألغام فتاكة تمت زراعتها بأكثر من 10 ملايين لغم مضاد للأفراد والجماعات. كل ذلك لم يطفئ لهيب الثورة ولم يثني من عزائم المجاهدين، بل زادهم قوة وإصرارا على النصر أو الشهادة. فتواصلت الثورة واشتد لهيبها، وتواصلت التضحيات الجسام إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية. لكن الخطر بقي قائما، فرغم رحيل المستعمر إلا أن ألغامه القاتلة بقيت مزروعة في أرضنا على طول حدودنا، وظلت إلى وقت ليس ببعيد تحصد أرواحا بريئة لمواطنينا في المناطق الحدودية. غداة الاستقلال قررت الدولة الجزائرية المستقلة القضاء نهائيا على هذا الخطر. تم تكليف الجيش الوطني الشعبي بتنفيذ هذه المهمة النبيلة التي تمت على مراحل. المرحلة الأولى من سنة 1963 إلى سنة 1988، وتم خلالها تطهير حوالي 50,000 هكتار من الأراضي. أما المرحلة الثانية فبدأت سنة 2004، وهي لا تزال مستمرة في عدة مناطق من حدودنا الشرقية والغربية. نحن الآن في نقطة البداية لخط شال، وهذا المكان يعتبر مطهر تماما من الألغام، وقد شرعنا في تنفيذ المهمة ابتداء من شاطئ البحر. جهود أفراد الجيش الوطني الشعبي وضعت حداً لآلام ومعاناة سكان هذه المناطق الذين أرهقتهم تلك الألغام وأرهبتهم وحولت حياتهم إلى جحيم. هو واقع وقفنا عليه في زيارتنا لولاية الطارف الواقعة في حدودنا الشرقية. جاي نجري للهواش حتى تعثرت في السنين، فزت علي المينا خبطتي قلبت لي لا يضيعت لي حياتي، لا نخدم لا نزرع، حياتي رايحة. واش من الحياة عندي؟ حتى من صغري لا نلبس لا نساوي، نتيجي بروحي بكل ايديا نشوف اصحابي والجدي والقلبني بيتا نروح نبكي ليل ونهار. اليوم بعد التطهير عاد الأمل من جديد، ودبت الحياة في هذه الأرض التي هجرها أهلها لعقود. ما كناش عايشين من المنطقة هذه خلاص، كنا يجيو يوصلوا للدوار الطريق ونرجعوا، كنا ما نفلحوش خلاص، رانا خايفين من البومبات، قتلت عرب وقتلت وبلاسة وقتلت بقر. اليوم الحمد لله راهو دخل عندنا الجيش هنا، رانا مستحمدين ربي قطع علينا البومبات ومازالوا في عقابها. عملية نزع الألغام في كل مراحلها تمت وفقا للمعايير المهنية والاحترافية المعمول بها دوليا. نفذتها الوحدات المختصة للجيش الوطني الشعبي بكفاءة تامة. تم نزع الألغام في الشريط الملغم بالطريقة اليدوية وباستعمال كاشفة الألغام
والمجسات، يعني كل شبر من الخط تم التعامل معه وتطهيره. على مدى سنوات من العمل الجاد والمتواصل نفذ أفراد جيشنا الوطني الشعبي هذه العملية المضنية والمعقدة بكل إخلاص ومهنية، فرغم أنها تضعهم في مواجهة الموت في كل لحظة، إلا أن ذلك لم يثنهم عن المضي قدما في عملهم بكل وعي ومسؤولية، لأنهم يقومون بمهمة إنسانية في غاية النبل نفذوها بكل كفاءة واحترافية والتزام. الشرف العظيم أني شاركت في مهمة نزع الألغام الموروثة من الاستعمار الفرنسي، التي تشكل خطر على المواطنين والتي خلفت كثير من الضحايا. وأنا فخور جدا بكوني أولا أنتمي إلى مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، وبصفة خاصة أني شاركت في مهمة نزع الألغام بكونها مهمة إنسانية. هؤلاء الأفراد ذو خبرة طويلة في هذا المجال، يتحكمون بدقة في تقنيات كشف الألغام وإبطال مفعولها، لكن الأهم من ذلك هو تحليهم بالصبر والإيمان وروح التضحية الذي هو سر نجاح مهامهم في كل مرة. مهمتنا هي نزع الألغام، وهذه المهمة النبيلة تتطلب الشجاعة والصبر والدقة والتركيز والتدريب الجيد. فهي أولا عملية إنسانية ذات طابع إنساني، وهي مهمة نبيلة حيث تساهم في إنقاذ أرواح المواطنين وتجنيب الخسائر. للوقوف أكثر على واقع هذه المناطق الحدودية قبل وبعد تطهيرها من الألغام، كانت لنا زيارة ميدانية لعدد من البلديات الحدودية لولاية بشار، أين سلطنا الضوء على الوقائع كما رواها لنا من عايشوا الأحداث. المنطقة هذه منا كانت البلاد كما راها من شقارة ودور هكا الجهة هذه كلها كانت مثلثة الموت، أي حاجة تجي تموت، توصلها تموت. منطقة خطيرة كتعامر ألغام، وهادي خاف باش يقرب وغير يفوت يخاف، خاف على عمره، خاف على حياته، يخاف. درك الحمد لله درك فوت تمشى الريح، راني نخدم من غير الزيتون نورده نورمال، ما خافش على روحي تما لا داير لا ما ندروك. محطتنا الأولى كانت بلدية بني والنيف، أين التقينا بعم المخفي أحد ضحايا ألغام الخطين الجهنميين. في هذا المكان عادت به الذاكرة إلى السنوات الأولى للاستقلال ليتذكر بألم كيف كان ضحية لغم غادر كلفه ساقه وترك في نفسه جرحا غائرا لم يندمل بعد رغم طول السنين. أنا كنت جاي منا ماشي داير على بني والنيف باش نجيب المصروف لولادي. منين جيت هنا خطرة من الخطرات ما عبيت بروحي، كنت ماشي هاك عبيت بروحي وليت نشوف قبله الراعي الرجلي نلقاها مشرمطة، هذه مشات وحدها وهذا مشى وحده. ألغام شال وموريس لم تكتفي ببتر ساق هذا الرجل، بل أصرت على الانتقام منه مرة أخرى بشكل أكثر فظاعة ووحشية ومأساوية، لتحرمه للأبد من 4 من فلذات كبده. لقوا حتفهم في لحظة واحدة بعد انفجار لغم في هذا المكان، حيث كانوا يمرحون في سكينة واطمئنان ذات يوم من خريف سنة 1981. لقيتهم كي هكذا موتهم، واحد لقيته فيه السلك كان جاي كيما راه ذاك راه واحد لقيته الكبير لقيته هنا مقسوم منا صارينه طايح، والاخر لقيته الكيل هي بلاصتها كي هنا، هذه هي قالت بلاصتها، ذاك لقيته ليه مليوح على فمه واحد راسه مدشش، وهذاك لقيته الكبير فيهم اللي عنده 19 لقيته ليه مقسوم، قعدت نلمد له هنا في ذوك المصور
انا نلمد في المصور والزيش خلط عليا، خاطر الزيش كان هنا يسكن، تلاحقوا كاع عليا هنا. ملي جبدوني من عنده ما عندي خبر على الدنيا، ما نعود حتى القدوه لقيت روحي في الطبيب. هذا اللي صاير للاولاد هنا وهم 4. بتحويل هذه المساحات الخطيرة سابقا إلى أراضٍ مطهرة آمنة، عرفت المناطق الحدودية نهاية واقع مؤلم وكابوس مرعب طالما زعزع استقرار وسكينة المواطنين وتسبب في معاناتهم وألمهم. الجهود الجبارة للوحدات المختصة للجيش الوطني الشعبي مكنت سكان هذه المناطق الحدودية من العودة إلى أراضي أجدادهم لخدمتها واستغلالها، لتدب فيها الحياة من جديد بعد أن ظلت محرمة عليهم لعقود طويلة. الحمد لله بفضل الجيش الشعبي الوطني اللي أعطانا واحد دعم كبير في نزع الألغام، حيث أننا استفدنا أكثر من 263 هكتار في جميع المجالات، مجال التنمية ومجال الفلاحة وخاصة المجال الرعوي. تعرفوا باللي المنطقة نتاعنا تمتاز بطابعها الفلاحي والرعوي. بلدية الأحمر أصبحت اليوم نموذجا حقيقيا في التنمية المحلية بفضل مثل هذه الاستثمارات الفلاحية الهامة التي حولت هذه الأراضي من مساحات قاحلة جرداء إلى جنات غناء تنبع بالحياة والأمل. محطتنا التالية في هذه الزيارة هي بلدة موغل الحدودية. هذه الواحة السياحية الخلابة كانت في زمن مضى محاصرة هي الأخرى ببقايا خطي شال وموريس. سكان موغل ما زالوا يحتفظون في ذاكرتهم بالمعاناة التي خلفتها تلك الألغام التي كانت هاجسا مخيفا طالما أقض مضاجعهم. كانت محرمة علينا، ما تخرج مع زيك الطاعة، ما يخرج شي بنادم، نبقاو نسرحوا غير من الصفوصفة والأحمر، من المنطقة ما تخرج لا زي لا والو. بقت الوضعية على حالها إلى أن قام الجيش الوطني الشعبي بمبادرة هادفة، وهي نزع الأشلاك التابعة لخط موريس وتطهيرها من الألغام. نهاية عملية نزع ألغام خطي شال وموريس بإقليم الناحية العسكرية الثالثة هي في الواقع بداية لنهاية مأساة حقيقية خلفها الاستعمار الفرنسي الغاشم وعانى منها سكان مناطقنا الحدودية لعقود طويلة من الزمن. هذه العملية جسدت مرة أخرى التزام جيشنا الوطني الشعبي بالوقوف دائما كحصن منيع لحماية مواطنينا من كل خطر يهدد أمنهم وسكينتهم.